تحياتي لكم متابعينا الاعزاء، والله يحفظكم بحق محمد وال محمد. اليوم نقدم لكم موضوع عن كمية الاكل الطيور، كمية اكل الطيور ونوعية اكل الطيور. يعني ايش قد اخلي كمية باليوم للطيور، ايش قد اخلي كمية للاكل، وشنو نوعية الاكل، يعني خلطة الاكل. وخاصة فصل الصيف، لأن احنا هسه بداية فصل الصيف، وهي الخلطة يعني تشتغل صيف وشتاء. والكمية اللي أخليها بالصيف وجبتين الصبح خاشوقة أكل، خاشوقة أكل. يعني إذا أريد أسوي قياس، مثلا أخلي لي فد ماء معين أو كاسة، أخلي بيها الكل طير خاشوقة أكل. هاي يعني صباحا مثلا 50 طير 50 خاشوقة، وأخليها قياس. هاي يومية الصبح أخلي هاي الكمية المعينة، يعني كل طير خاشوقة أكل وحدة. والمغرب يعني العصر هم نفس الكمية أو أقللها شوية. هاي أكل يعني بأكل فصل الصيف. أما نوعية الحبوب المستخدمة، فنستخدم الإذرة البيضة. يعني خلينا نفترض إذا 50 كيلو، خلي 10 كيلو إذرة بيضة، 10 كيلو دخن، 10 كيلو شعير، هاي 30 كيلو. وخاصة فصل الصيف الشعير، لأن يساعد بعملية القلش، تبديل ريش الطير. يعني الشعير يساعد على سرعة عملية تبديل الريش للطيور. ف10 إذرة بيضة و10 دخن، 10 كيلو شعير. بعد كميات باقية، مثلا برمط 5 كيلوات، يعني مو فد شي ثابت. مثلا اضيف لها عدس 5، حمص 5، لأن العدس والحمص مفيد للطيور، بس شوية قليلة بفصل الصيف. هاي صار 35. يبقى نحط 15 كيلو، يعني مثلا حتى تصير خلطة 50 كيلو، أخلي كمية مال حب أسود، حب أسود 3 كيلوات، 4 إذرة حمراء هاي الناعمة 3 كيلوات 4، لأن تفيد بعلاج الإسهالات. ويعني الحبوب اللي تحتاجها بكميات أقل حتى تصير 50 كيلو تقريبا. 5 كيلوات ماش، لأن الماش يساعد، الماش لأن يساعد على إذا عندك طيور قليلة البيض، الماش يساعد على الطيور على البيض، يعني مخصص بدرجة أولى. وأهم شيء تكون الحبوب نظيفة ودرجة أولى. أهم شيء تكون الحبوب نظيفة درجة أولى. أهم شيء نظافة الحبوب، تكون حبوب نظيفة وغير يعني متعفنة وغير مسوسة. أتأكد يعني اشتريها من مكان يعني ثقة، من أشخاص ثقة، من محلات ثقة. حبوب نظيفة وغير يعني ما يكون بها تسوس أو تعفنات أو حبوب قديمة. أهم شيء نظافة وجودة نوعية الحبوب، أهم شيء، أهم من كميات الخلطة وأهم من كميات الأكل. أهم شيء نظافتها وعدم تعفنها وعدم تسوسها. استخدم حبوب نظيفة درجة أولى حتى أستغني عن أضيف لها علاجات أو معفرات، أو يعني أحيانا الحبوب إذا نشك بها تسوس أو تعفن، نستخدم لها
كركم، مسحوق الثوم، مسحوق البصل، فأستخدم الحبوب النظيفة درجة أولى حتى أستغني عن هذا الشيء. وإذا أشك كون يعني الحبوب بها شيء أستخدم هاي الطريقة: ثوم، بصل، كركم، وحتى ملح أضيف على الخلطة. هم مفيدة للطيور، وكذلك الملح هم مفيد للطيور، وكذلك يعني يقضي على تعفن التسوس. تحياتي لكم متابعينا الأعزاء. فمع هاي الكمية مال المقادير مال الخلطة، الشيء الثاني المهم أخلي على قولتك الطير خاشوقة صباحا وخاشوقة العصر يعني المغرب، مرتين باليوم. احنا عايدين هذا الموضوع شرحكم عدة مرات، ولكن دائما بعض الأصدقاء يسألوني على هاي الموضوع. حتى أحد الأصدقاء سألني ليش يقل أكل الطيور في فصل الصيف؟ يعني هو الطير هم يعرف يعني إذا يعني الطير من ياكل هواي هم راح يتأذى، فالطير يقلل أكله. فإحنا هو الطير ديناميكيا يقل أكله في فصل الصيف، فإحنا ما نزود الأكل لأن يأثر على الطير إذا زادت كمية الأكل. فنحافظ على الطيور خلال الأكل النظيف والكمية المعتدلة الجيدة. يسألنا أحد المتابعين ليش يقل أكل الطير في الصيف؟ هذا الشيء طبيعي جدا يعني. هو احنا لازم إذا ما قل أكل الطير احنا نقلل أكل الطير. إذا ما قل أكل الطير احنا ديناميكيا نقلل أكل الطير في فصل الصيف. وإذا بقى الأكل جوا الطير ويأكل كميات كبيرة راح يأثر على الطير. تحياتي لكم متابعينا، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.